برضو رسائل، مئات الرسائل جايالي من فكره احنا زهقنا واحنا خلاص، إن لم يكن هناك قرار ضد اتحاد الكره وضد النادي الاهلي وضد اللاعب الهارب، احنا الكره دي خلاص ما تلزمناش والبتاع. واذا لم يتخذ موقف اداره نادي الزمالك موقف حازم وقوي وصارم ويكمل اجراءاته نحو الفيفا، هنا هتبقى المشكله المره دي مع مجلس اداره نادي الزمالك. يعني كل الاقاويل دي والاراء دي الرسائل اللي جايه لي. فانا ايه وجهه نظري؟ انا وجهه نظري، انا اكيد عارف ان الكل حزين وانا اولكم وقبلكم، والكل شايف ان الدنيا ما فيهاش عدل كافي ان تخلي الواحد يبقى عنده متمسك بامل ان لا الكره المصريه هينصلح حالها، لان في كيل بمكيالين واصبح فج قوي واصبح بجح بشكل غريب هذا الكيل يعني، واصبح بيمارس بكل بجاحه. يعني معلش انا عايز انقي الفاظي يعني، فاصبح يمارس بكل بجاحه وبكل تجرؤ، انك انت يوصل بيك الامر انك تطلع لي لسانك وتعلي فوق اي حد لاعب هارب فسخ عقده لسبب غير عادل وهارب ولم يلتزم بعقده وعليه فلوس وما دفعش ومهدد بالايقاف، ثم يعود ليسب جماهير الكره المصريه ممثله في نادي الزمالك، ثم تخشى ايقافه، ثم تترك للاعب فرصه انه يلعب، ثم الاعلام يحوله الى نجم اسطوري، ثم يستضيفوه مره اخرى علشان تاني يرجع يتهكم ويتطاول على نادي الزمالك وعلى جمهور نادي الزمالك. فاي دوله من الدول اللي بتحترم شعوبها وبتحترم رده فعل الجماهير واي اعلام عنده ميزان ولو بسيط من الوطنيه ومعايير المهنيه والوطنيه، اللاعب اللي ينطبق عليه هذه المواصفات ده ما يبقاش ليه مجال، ما ينفعش ننجمه، ما ينفعش نقول له مبروك لما يرجع من ايقاف وكانه مظلوم، ما ينفعش نطلع نقول له كهربا عجبني علشان تحدى الكل ورجع المقدمه العصماء اللي عملها الاخ سيف زاهر اللي هو قاعد بيتغزل في كهربا وانه عالمي وانه ما استجابش للضغوط وانه رجع اقوى بعد الايقاف وانه ما تاثر، حاجه جميله يعني. هو ده الاعلام، بيدعم نادي واطرافه وتابعيه مهما كانوا على غلط. تخيل لاعب هارب بيحولوه البطل، طب تعالى نقلب الايه، تخيل لو لاعب هرب من الاهلي وجي وقع للزمالك، تخيل كان ايه اللي يحصل؟ بلاش اقول لك تخيل، هو فعلا في لاعب ما رضيش يوقع للاهلي وجي وقع للزمالك، قامت المنظومه على قدم وما قعدتش الا لما جابوا وزير من الخارج ودخل بعربيته لقلب استاد التتش عشان يمنع انتقال اللاعب لنادي الزمالك، ونزل له اكبر اعلامي في المنظومه الاعلاميه الداعمه للنادي وتحول من مذيع الى مراسل وقال له لا ترجم لي، اهي الواقعه اهي موجوده. كل ده ليه؟ عشان يمنع لاعب، وبرغم ان الحاله مختلفه، كهربا ليه عقد وساري ومسجل وموثق، قطعه وهرب. اما عبد الله السعيد عقده خلصان، لم يتفق على تجديد، تعاملت مع الاداره بطريقه لا تليق، زهق من المماطلات والاسلوب في الكلام اللي مش عاجبه، والى جانب ان هو الراجل عايز يلعب في الزمالك. خلاص يا جماعه عقد خلص معاكم، شكرا على السنين اللي قضيتها في وسطكم وجبنا لكم بطولات، سلام عليكم انا ماشي. عقده خلص، غير مرتبط بتعاقد. تحول عبد الله السعيد الى مجرم ومدان، برغم ايه؟ برغم ان رجع الوزير السعودي المحترم اللي هو اياديه بيضاء على اداره النادي الاهلي وعلى النادي الاهلي، ولا احد ينكر ذلك، ما فيهم اكيد الكابتن الخلوق محمود الخطيب. يعني جه الراجل المحترم بكل حب وشغف للنادي الاهلي، لانه كان ساعتها يقدم للجميع على انه رجل محب وعاشق لنادي الاهلي. فمنع عبد الله السعيد ان هو يجي لنادي الزمالك، وانتفضت المنظومه. ومع ذلك بعد ما اتفقوا مع المستشار تركي آل الشيخ ان اللاعب مكمل، رجعوا في كلامهم، الاداره قالت لا خلاص مش عايزينه، اصل مبادئ الاهلي. قال له مبادئ الاهلي؟ ما انت اللي قلت لي قعد الراجل وخلاص ويوقع ويجدد ودفعت فلوس وعملت وسويت، جاي دلوقتي تقول لي لا طلعنا، احنا مش عايزينه اصل مبادئ الاهلي. كان فين طيب؟ دي كانت بدايه الكلاش ما بينهم، لان لا الناس تقول الكلمه تروح وتيجي، عارف اللي هي تروح وتيجي. خلص الموضوع على ان اللاعب طب انا هطلع بره، وطلع ودوه فنلندا ورجعوه، لا هتمشي، لا خلاص روح اهلي جده وادي العقد بس ما ترجعش تاني، في حاله نفي اللي هو ايه، مش عايزينك بس هننفيك. طب اللاعب فسخ عقده مع النادي الاهلي، لا ده ما فسخش عقده، ده بالاتفاق، ده مكايده فين يا باشا؟ اللاعب فسخ عقده، والفيفا قال رسميا لما رحت اشتكيته للفيفا ان لا يوجد شيء ولا يوجد شرط جزائي بهذا الامر، اللاعب فسخ عقده بشكل طبيعي وانتقاله لنادي بيراميدز بشكل طبيعي. لا ده مكايده، ونفضل نطارد في اللاعب لمده 3 سنين عشان
ننهيه. عبد الله السعيد بقى له اكتر من سنتين ثلاثه الاعلام الرياضي المحايد والقنوات المحايده، قناه اون اهلي ما بتقدرش تشيد بعبد الله السعيد، ما بتقدرش تتكلم كويس عن عبد الله السعيد. رمضان صبحي اللي ما كانش عمل اي حاجه في تاريخه غير ان هو وقف على الكوره في مباراه سوبر، كان كهربا نفسه سبب ان احنا خسرناها الايام الاولى بتاعت المدرب فيريرا، عملوا منه نجم واسطوره وبقت اسمها وقفه رمضان وبقوا يقلشوا، واصبح رمضان صبحي ملء السمع والبصر. رمضان صبحي مرضيش او ناديه مرضيش يبيعه للاهلي وراح باعه البيراميدز. رمضان صبحي اصبح عدو ولا يتحدثوا عليه في البرامج الرياضيه الا بكل غل وحقد. الطموح فين الطموح؟ رمضان صبحي اللي كانوا منجمينه عشان وقف على كوره، ما عملش اي حاجه غير ان هو وقف على كوره، بقى يقولوا عليه رمضانه، ورمضانه بقى بيعمل اعلانات وبنرقص معاه وبنقول ابن النادي. فهي دي المنظومه، طول ما انت على الجانب ده هتبقى نجم وهتاخد اللي انت عايزه، والاعلانات حتى لو انت موقوف وعليك غرامه ويكش تكون حتى متهم في قضيه قتل مالناش علاقه، هتعمل اعلانات وهتبقى ما حدش هيجي جنبك. طب الناحيه الثانيه لا، ما هنحاول نخفف شويه من صورك، يا نهاجمك يا نطلعك صوره مش كويسه يا ما نشيتش بيك علشان برضو الناس بتزعل. طيب هي على ما يبدو ان المنظومه اسست لكده، ان نادي واحد ياخد اكتر من حقوقه في كل شيء ونادي يفقد كل حقوقه وابسط حقوقه حوالين اي شيء. على ما يبدو ان المنظومه خلاص اعتادت طرف بيضرب طرف، والطرف اللي بيتضرب ده لازم يفضل طول عمره بيتضرب، وما ينفعش يمسك ايد اللي بيضربه خلاص وينزلها كده تحت، ده مش هيحصل تاني، ده ما ينفعش. انت دايما ايديك متكتفه ومطلوب منك تتضرب وانت ايدك مكتفه. ايد هتروح للفيفا تجيب حقي، هات ايدك تاني جنبك وهتتضرب وانت ايدك متكتفه. ايد هتروح للكاس هتطعن علشان اعمل كذا، لا هات ايدك خليها جنبك وهتتضرب وانت ايديك متكتفه. المشهد اللي انا بوصفه ده خلاص ده وصل جمهور الزمالك لحاله انه اصبح ما عندوش شغف بالكره المصريه. ده من واقع الانطباعات اللي انا شايفها.